مرحبا. متابعة الفيديو السابق نشوف الباوند وصل للتارجت. وصل المستويات اللي احنا كنا ننتظرها، مستويات الحسم. الآن ننتظر كما ذكرت في الفيديو السابق انه ممكن الباوند يوصل لمستويات ال 1.55، لكن مشروط هذا بالتداول الإيجابي فوق هالمستويات، لكن الآن واقف عندها. هذا الشارت الكبير الصغير على فريم الساعة. نشوف ايضا وصل للحد العلوي للقناة. ممكن نشهد تصحيح على الفريم الصغير الساعة. خلينا نقول التداول فوق هذه المستويات هني يعطينا مزيد من الإيجابية. ممكن نشوف مستويات يعني يلمس الحد العلوي للقناة الأخرى. ممكن نشوف 54 17. ممكن نشوف قبلها هالمستويات 53 80. نتابع عشان ندخل، عشان نفلتر العملية بشكل أكبر. ندخل على الشارت، خلينا نقول 4 ساعات أو الديلي. نحدد دعم مقاومة. نشوف هني يعني هني هذا الدعم اللي هو 53.24. التداول فوق هذا الدعم راح بيلمس الدبل توب اللي موجود هني، هذا المستوى اول استهداف. يعني راح بنشتري على طول. لو اغلق يومي هني اغلاق صريح، وهذا الهدف راح بيكون اللي هو مستويات 55 35. دون ذلك انا الصراحة اشوفه يعني بيع، خصوصا لو عمل لي رفض من هالمنطقة القوية. وراح بنواصل ان شاء الله البيع الى مستويات ال 1.44. وبالتوفيق للجميع.